طبعا احنا كلنا تابعنا انس اللي راح عند القنصليه المصريه في هولندا وقفل على القنصليه بالقفل وقعد يرمي عليهم دقيق ويقول لهم فكوا الحصار ويشتمهم وافتحوا المعبر، انتوا اللي قافلين المعبر مقفول من عند الجانب المصري مش من الجانب الاسرائيلي انس. فاحنا هنتكلم في الموضوع ده، وانا حابب اوجه رساله لانس، يا ريت يا انس تشوفها عشان الكلام ده مهم جدا. وانا بعت لك يا انس قبل ما تروح في الرجلين، الفيديو اصلا اتبنى مع انس على فكره المعبر مقفول من الجانب المصري مش من الجانب الاسرائيلي، وقفل القفل على الموظفين بتوع السفاره زي ما انت شايف كده، وهو واقف قام قال لا ده القفل مقفول من عندهم مش من عندنا، بيقول كنايه يعني بيلقح على الجانب المصري ان الجانب المصري هو اللي قفل المعبر، وبعد كده قام قال لا ده المعبر مقفول من عند الجانب الاسرائيلي مش مقفول من عند الجانب من عند الجانب المصري. بص يا انس، انا حابب اقول لك على حاجه. المعبر المصري يعني ممكن انا رحت عند المعبر واعرف ناس جوه، انت ما هتسال عني هتعرفني، انا ببعت لك رساله اخويه والله، والشعب المصري برضو لازم يعرف الكلام اللي انا هقوله ده. انا رحت عند المعبر وليا ناس جوه فلسطين، وليا ناس في الرباط، وليا ناس في القدس، وليا ناس في كل حته هتتخيلها، تمام. المعبر من وجهه نظر الاسرائيليين هو مفتوح من عندهم، والمعبر المعابر من وجهه نظر المصريين هي مفتوحه عندهم. الاسرائيليين بيقول لك المعبر مفتوح، بس مفتوح لحاجه واحده بس، ان الفلسطينيين يهاجروا ويخرجوا بره الاراضي الفلسطينيه. فانت تكلم الجانب الاسرائيلي تقول له طب بقول لك ايه يا جانب يا اسرائيلي يا جميل اللي فتح المعبر، ايه رايك ادخل مساعدات؟ يقول لك لا ممنوع، لا يقول لك لا ممنوع. طب الجانب المصري يقول لك المساعدات يا باشا تدخل عادي ما فيش مشكله، يجي الجانب الاسرائيلي يقول لك لا مش هدخل اي مساعدات. طيب لو احنا اللي قافلين يا انس المعبر، لو المصريين هم اللي قافلين المعابر ومش عايزين يدخلوا مساعدات وعايزين يتفرجوا على الفلسطينيين وهم بيموتوا، والاسرائيليين عايزين يدخلوا المساعدات ولكن مصر بس هي اللي منع المساعدات على كلامك، طب ما ندخلها من تل ابيب، ما احنا ممكن ندخلها من تل ابيب، المساعدات تدخل، مش الاسرائيليين عايزين يدخلونا المساعدات والمصريين هم اللي وحشين وقافلين المعابر. طب ما ندخل المساعدات من تل ابيب، هات المساعدات الفلسطينيه، هات المساعدات السعوديه والمساعدات الهولنديه في البلد اللي انت فيها والمساعدات الانجليزيه كلها تدخل من تل ابيب، ايه المشكله؟ هتدخل من تل ابيب، هتمشي في طريق، بعد ما تدخل في الطريق هتتنقل على غزه وتدخل غزه. مش الجانب المصري هو اللي كخه وهو اللي وحش وهو اللي مش عايز يدخل المساعدات. انا هفهمك حاجه يا انس والجمهور المصري لازم يفهمها، ليه الاسرائيليين مانعين المساعدات مش المصريين يا جماعه، عشان بس ما تتلخبطوش. انا هقول لك كلام ليك انت مهم يا انس، لازم تسمع الفيديو للاخر يا انس علشان انت مصيرك ما يكونش في الضياع. ليه الاسرائيليين قافلين المساعدات مش عايزين المساعدات تدخل غزه؟ هقول لك لان المساعدات جزء كبير منها كما يقال ان هي بتروح للمقاومه، تمام. فالاسرائيليين ماشيين على احصائيات، هو كم عدد السكان اللي موجود؟ عدد السكان اللي موجود 10، تمام. فيقول لك ال10 افراد دول انا هدخل لهم 9 ترغيفه فقط، مش هدخل لهم حتى 10 ترغيفه. انما المساعدات لما كانت بتدخل فال10 افراد يخش لهم 30 رغيف، فهم عارفين اللي فيه 20 بيتسرقوا ويخشوا تحت الارض للمقاومه، و10 بيروحوا و10 يروحوا للفلسطينيين ذات نفسهم. فهمت الفكره؟ فعشان كده هم بقوا بيشتغلوا باحصائيات، واصبح بعد الاحصائيات بيقللوا الاكل خالص عشان يحصل انهيار ويحولوا الفلسطينيين لزومبي عشان يخترقوا الحدود ويخشوا الاراضي المصريه. طب بعد ما يخشوا الاراضي المصريه يا انس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اللي انت بتشوفه في سوريا. طب انت هتقول لي يعني انت بتقول ان الفلسطينيين اللي احنا بنشوفهم في الاخبار اللي هم بيموتوا من الجوع دول هيتحولوا لعمليات ارهابيه ويعملوا حاجات وحشه جوه سينا ويضربوا على الاسرائيليين؟ بص هم مش محتاجين يدخلوا يعني الناس مش هتخش لك، المقاتلين مش هيخشوا لك كده بشكل واضح، لا هو بقى في حجه دوليه قدام العالم اللي الناس دي دخلت، يبقى الاسرائيليين يدخلوا ناس جوه سينا تضرب على اسرائيل، دي قصه ثانيه. يعني هي تضرب على اسرائيل، هم يدخلوا الناس تبعهم تضرب على اسرائيل، بس بقت العمليه واضحه وضوح الشمس ان في فلسطينيين دخلت، فبقوا بيضربوا على الاسرائيليين، فاسرائيل عايزه تدافع عن نفسها زي ما كانت بتدافع عن نفسها، فدخلت غزه فعايزه تدافع عن نفسها، فيبقى عندها شرعيه ان هي تبتدي تهاجم وتدافع عن نفسها فتضرب في الاراضي المصريه. انت واخد بالك؟ ده الترتيب بتاعها. هي الفكره مش يلا همنع مصر هي اللي منع المساعدات ولا الكلام ده ولا الكلام اللي انت بتقوله ده. طيب يا انس الحاجه اللي انت ركز في اللي انا هقوله لك ده يا انس، اللي انت مريت بيه في علم النفس اسمه التفريغ الاخلاقي للغضب الكامن.
تمام. انت اول ما بتوصل للمرحله دي يا انس، مع ان انا يعني انا بشرح لك بالترتيب، اما بتوصل للمرحله دي انت بتبقى ارض خصبه للاستغلال من اجهزه اجنبيه. اسمع بس واحده واحده. يعني ايه؟ كبر الموضوع معايا عشان هتستهون بيه فخلاص، يعني انت هتضيع. فبتبقى ارض خصبه للاستغلال من اجهزه اجنبيه. عملوا كده مع حد قبل كده يا انس؟ عملوا كده مع علي حسين مهدي. واتفرج، اسال نفسك فين علي حسين مهدي، خش شوف اخته بتنزل عنه ايه، خش شوف هو فين وصل لايه، وبعد كده هيقزقزوك ويتفوك عادي. واخد بالك؟ الحركه دي بتتعمل من اجهزه مخابرات على مستوى العالم كتير جدا، بس لما تتعمل فيك من العدو دي مش هتبقى حاجه حلوه. هتلاقي نفسك فجاه اتأزاز. فجاه هيعملوا بقى معاك ايه بالترتيب؟ تبتدي تطلع على قنوات الاخوان، تبتدي تطلع على القنوات اللي موجوده في موجوده بره مصر، تبتدي تطلع على كل القنوات دي، يبتدوا ينجموك، يبتدي لجان الكترونيه تدخل تدعمك في التعليقات عشان تسخنك، تبتدي بقى يشتغلوا عليك. يبتدي بقى ضابط تشغيل، اسمه ضابط تشغيل يا انس، بيبقى حاطط وسيط. الوسيط ده يبتدي يمرر لك معلومات علشان انت تقولها، يبتدي بقى يدعموك واحده واحده، واطلع واتكلم على الظلم واتكلم على البتنجان بس عمرهم ما هيقولوا لك روح اقفل بالقفل على السفاره الاسرائيليه. ممنوع. ما هو ممنوع، ما ينفعش. ما مين اللي مشغلهم؟ ركز بس معايا في الكلام واحده واحده. طيب فانت لما هتبقى ارض خصبه للاستثمار كده يا انس من الاجهزه الاجنبيه، هتلاقي نفسك انت ضعت واحده واحده كده، هتلاقي نفسك ضعت. فواحده واحده كده هتبتدي تغرز، وبعد ما تغرز هيبتدوا يهددوك بابنك، بسم الله ما شاء الله ربنا يخليه لك، يبتدوا يهددوك باهل بيتك، بسم الله ما شاء الله. يعني بص يا انس، ابتدي دردش مع اللي حواليك في الكلام اللي انا بقوله لك ده، لان كلام مهم. اسال مثلا ايه؟ اسال محمود الزهري، ده واحد صاحبك صح كده؟ يعني انا هديك حاجات كده بس عشان تمشي انت معايا في الكلام. مش انت في واحد صاحبك اسمه محمود الزهري؟ اساله، دردش معاه، كلمه، راجل محترم، دردش معاه بالمنطق بالعقل، صح كده؟ اسال ناير محمد، مش ده واحد صاحبك من زمان، من ايام زمان، صح كده ولا انا متلخبط في الاسامي؟ الاثنين دول صحابك من زمان. خلي بالك يا ابني، زي ما بيتجمع عنك معلومات من الحلو، بيتجمع عنك معلومات من الوحش، فعشان ما تلاقيش نفسك فجأة شغال مع العدو. اللي انت رحت قفلت عليهم السفاره دول، كان من باب اولى تروح تقفل السفاره على الجانب الثاني اللي هو اصلا مغلب الناس. دردش كده مع عمرو عبد المعطي، مش ده واحد صاحبك برضو من ايام زمان ولا نسيته؟ عمرو عبد المعطي صح كده؟ ايه؟ فجمع المعلومات عندك، جمع المعلومات عنك مش حاجه صعبه. جمع المعلومات دي ليها ناسها بيقعدوا عليك كده، خلاص بيشوفوا انت واصل لمرحله ايه، يبتدوا يستغلوك ويبتدوا يشتغلوا عليك ويدمروك. تمام. طيب بالنسبه للمصريين، الفيديو اللي انتوا شفتوه، هل الجانب المصري قافل على الجانب الفلسطيني؟ الجانب المصري مش قافل على الجانب المصري، عادي، احنا بنتعامل، مفيش اي مشكله. الاسرائيليين مش عايزين يدخلوا مساعدات ومش هيدخلوا مساعدات. ابتدت الحرب ما بينهم. يعني اللي انت عملته ده يا انس على فكره بيصنف اسمه نقل ساحه الصراع السياسي الى ارض محايده، الا وهي هولندا. تبقى حاجه جديده بنجدد بيها الدم، فهم هيستغلوك. انت ولا حاجه بالنسبه للقنوات اللي انت هتطلع عليها، ولا حاجه. هم بس بيستغلوك، هيحطوك في وش المدفع وبعد كده خلاص. تمام. طيب الجانب اللي انت بقى شايفه، اللي انت بتتفرج عليه، هو مين هيعمل احراج لمين؟ مين هيعمل احراج لمين؟ هنوضح ان المصريين هم اللي قافلين، ولا نوضح ان الاسرائيليين هم اللي قافلين؟ مصر مش هتدخل حد عندها بالكلام اللي انتوا بتعملوه ويضربوا ويعملوا مقاومه من قلب سينا زي ما هم صرحوا. يعني احنا مش هنقعد نعيد ونزيد، يعني هم المقاومه ذات نفسها طلعت وصرحت وقالت هننقل ارض الجهاد من سينا ضد اسرائيل. بقالهم سنين بيقرروا لازم نحرر الجيش المصري علشان نحرر القدس. كل دي شعارات. اتفرج على سوريا. يا سوريا عملوا ايه دلوقتي لما دخلوا حرروا سوريا؟ الناس بتتقتل في سوريا. روح اتفرج. انا مش بقول لك دور، انا مش بقول لك انا كلامي صح. خش شوف يا باشا اللي بيتعمل في سوريا، وسوريا راحت خلاص واتحط جاسوس بقى هو اللي ماسك الدنيا. اتفرج عليها. تمام. فاللي بيحافظ على بلده لازم كلنا نقف معاه، لازم كلنا اللي نحافظ على بلدنا. خلي بالك
انا ليا فيديو كنت بعمله وانا بتكلم على قافله الصمود اللي هي كانت كلها اصلا قافله الصمود، اللي انت برضو انا ذكرت قلت هم حتى مش عايزين يعدوا قافله الصمود. لا احنا مش عايزين نعدي قافله. هي قافله الصمود ليه ما راحتش على تل ابيب وتنزل المطار زي ما نزلت مطار القاهره؟ ليه ما عملتش كده؟ طب ما من باب اولى تدخل تعمل المظاهره في قلب اسرائيل. ليه راحوا على مطار القاهره؟ ليه عايزين يقفوا عند المعبر فقط، عند معبر فقط، عند الحته دي فقط اللي بتدخلهم على سينا؟ طب ليه ما راحوش عند حته تانية؟ طب ليه ما راحوش ليه تركيا؟ ليه تركيا مش بتتحرك وبتقول لا ويلا وحي على الفلاح والقدس؟ ليه باكستان الدولة الإسلامية مش تقول يلا وحي على الفلاح ويلا بينا؟ ما فيش الكلام ده. ليه ماليزيا مش بتقول كذا كذا كذا؟ ليه يا باشا؟ ليه التركيز كله عند الحتة بتاعت سينا اللي هتدخلهم من سينا؟ طب ده مش بيخليك تفكر في حاجة يا مستر أنس؟ بص يا أنس، أنا بعت لك وخش في الرسائل عندك هتلاقيني أنا بقول لك. بص يا أنس، سيبك بقى من كل الفيديو ده، دور على علي حسين مهدي لما شغلوه وصل لايه. تمام؟ عشان انت رايح في نفس الطريق وفي الاخر هتندم. في الاخر هتندم، انت في الاخر اللي هيخسر انت. انما بيجي بقى الجزء من الجانب المصري وبيجي الجزء من جانب العدو، هما الاثنين دول مكملين. يعني هم دول المكملين، ده بيجيب ناس جديده وده بيجيب ناس جديده وده بيضرب ده وده بيضرب ده. انت مجرد اداه يا انس، خلي بالك. انت هتبقى، انت مش انت لسه، بس انت هتبقى مجرد اداه في ايد العدو. ممكن يكون كلامي ده بالنسبه لك مش منطقي، بس معلش. لن تستطيع معي صبرا لما كانت بتتقال كده، اللي هي الحقائق لما هتتقال لك في وقتها انت مش هتبقى مقتنع. اما بتشوف الاحداث مش بتقتنع، بعد ما تخلص هتقتنع. انت هتبقى مجرد اداه، بعد ما الاداه دي يتم استخدامها واستهلاكها هيرموك، وبعد كده هيشوفوا حد غيرك. فخلي بالك يا ابني، خلي بالك يا ابني، انت مالكش غير بلدك. خلي بالك من الكلمتين اللي انا بقولهم لك دول. عندك اي اسئله تواصل معايا خاص وهجاوبك قبل ما تروح في الرجلين.